لو جه في بالكم تاكلوا طاجن اسطوري في طعمه سهل جدا جدا في عمايله وخفيف ولذيذ وطعمه رهيب، بس هقول لكم على حاجه. الطاجن ده من وصفات عمته حبيبتي، نفذته بحذافيره بكل تفاصيله منها، وانتوا كمان ما تستغربوش اي حاجه فيه واعملوه زي ما هو. هتاكلوا طاجن اقل ما يقال عليه اسطوري، ما يتاكلش حاجه جنبه من لذته غير طبق سلطه، وممكن كمان ما فيش اي حاجه. هنجيب حله وفيها ميه مغليه على النار، ونحط فيها قد معلقه ملح صغيره ومعلقتين من الزيت، ونجيب كيس من لسان العصفور ونحطه كله ونغليه غلوه واحده بس. ولسان العصفور بيبقى فيه عضه، يعني ما يكونش استوى خالص، هنصفيه على طول. وهنجيب نص كيلو من الجمبري الحجم ده، او ممكن نجيب الحجم الاصغر كمان، يعني كل ما صغرنا الحجم كل ما بيبقى احسن. هنجيب بقى الطاجن اللي هنسوي فيه الاكله بتاعتنا ونحط فيه الجمبري، ونتبله بقى بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. والاكله دي بتبقى حلوه قوي قوي وهي حاره. حطوا فيها كميه الفلفل اللي هتقدروا عليه، متقطع وكمان صحيح. وكذا مره اقول لكم الاسماك يعني لازم نحط كرفس، هحط عود من الكرفس متقطع، وبصله كبيره مبشوره، وحزمه من الشبت، وحزمه من الكزبره الخضراء متقطعين. وهجيب ليمونه خضراء وخدوا منها الزيت بتاعها، يعني ابشروا القشره بتاعتها الخفيفه الخضراء دي، بتدي طعم تتبيل رهيب للجمبري او اي بحريات. ونفس الليمونه هنعصرها كلها على التتبيله دي، ومعلقه صغيره ملح، ورشه فلفل اسود، ونص معلقه كمون، ونص معلقه من الكزبره الناشفه. وعندي بهارات الكيجن حطيت نص معلقه منها، ممكن نستبدلها بهارات اسماك او بهارات السبعه. هنقلب بقى الجمبري مع التتبيله الحلوه دي كويس جدا، وبعدين نجيب لسان العصفور المتصفي ونحطه عليها، ونحط عليها حوالي 3 حبات من الطماطم المبشوره، ومعلقتين من صلصه الطماطم، ونحط نص كوبايه من الزيت. وما تستكتروش هنا الزيت، لان لو ما حطيناش زيت كويس لسان العصفور هيبقى معجن وملزق في بعضه ومش هيدينا افضل نتيجه. هنقلب بقى كل ده ونخلي لسان العصفور كمان يتبل ويختلط بخلطه الجمبري الرهيبه دي، ويبقى ده شكل لسان العصفور بالجمبري، لونه احمر كده من الطماطم والصلصه، والريحه من قبل ما يستوي خطيره. هجيب بقى نص كوبايه لكوبايه الا ربع من شوربه قشر الجمبري، ونحاول ننزلها باي معلقه من الجوانب كده لتحت. وبعد كده نحط فوق الوش بقى شرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل الاخضر، وندخلها على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180 لمده من 20 دقيقه ل 30 دقيقه، مش اكتر من كده على حسب نوع الفرن، بس مش اكتر من كده عشان الجمبري ما يشدش مننا ويبقى مش الطف حاجه. ونطفي بقى ونشغل الشوايه لحد ما ياخد لون حلو قوي كده ويطلع بقى بالجمال ده. اسمعوا بقى البكبكه وشوفوا الشكل الرهيب، ولا الريحه ما اقولكوش رهيبه. نجيب بقى طبق التقديم ونحط فيه لسان العصفور بالجمبري بتاعنا. الطاجن ده من احلى الطواجن الخفيفه والسهله واللذيذه في نفس الوقت اللي ممكن تاكلوها. شوفوا بقى لسان العصفور لونه خطير ازاي، شوفوا بقى كمان مفرفط من بعضه ومش ملزق خالص ولا معجن. واحنا هنا في الوصفه دي ما حمرناش لسان العصفور، وانتوا كمان ما تحمرهوش عشان الاكله دي بالزيت بيبقى حلو فيها قوي. لسان العصفور ما يكونش متحمر، نديله غلوه واحده بس في الميه المغليه، وممكن نحطه كمان نايم على الجمبري يستوي معاه في الفرن، بيبقى حلو قوي قوي بالطريقه دي. كلوا بقى واستمتعوا باحلى والذ طاجن لسان عصفور بالجمبري. كلوا بقى معلقه ورا معلقه، مش هتصدقوا جماله ولا حلاوته ولا طعمته. طعمها مش قادره اوصفها لكم لانها مش شبه اي حاجه كلتوها قبل كده، حاره كده ولذيذه، طعمها خطير. اقل ما يقال عليها ان الطاجن ده اسطوري. وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش، انا منى الموان، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وباي باي.